هاد وصفة الدجاج ديالي عاوتاني هادي كادو مني ليكم. هادي وصفة دجاج من بلاد المجر، من هنغاريا. رائعة رائعة بجميع المقاييس ديالها، نتمنىكم تجربوها، وكنظن جميع لي غوسات اللي عطيتكم راهم ناجحين لانني مجرباهم وكنعطيهم لكم بكل حب. من دجاجه الى دجاجه لاروب غنشدوهم وغادي نمرمدوها في الطحين. غناخذوا هنايا واحد 50 غرام ديال الزبده، غادي ندوبوها. انايا حيت ما عنديش هذيك المقله اللي عندها الغطا، استعملت الطاجين. اللي عنده مقله ثقيله وبالغطا ديالها راه مزيان. غادي نديرو الدجاج ديالنا على الجهه ديال الجلده ديالو باش يتحمر. كنخليوه 6 دقائق على كل جهه، من بعد كنقلبوه حتى هو على الجهه الاخرى ونخليوه عاوتاني 6 دقائق حتى اخرى. في هذا الاثناء كنكونوا نقينا واحد 2 بصلات اللي وريتكم في الاول، ومن بعد هنايا كنديروا الملحه والبزار على الجهتين بجوج، يعني حتى كيكونوا تحمروا. من بعد كنزيدوا عليهم مليحه ونزيدوا عليهم بزيره من الجهه الاولى ومن الجهه اللي لتحت. صافي في هذا الاثناء اون فوا كيتحمروا كنحيدوهم، وكتبقى لنا هاد اللي ديما هذه اللي تلقى فيها هذيك الزبيده وتلقى فيها شويه ديال الطحين وشويه ديال داك اللي داب ديال الجلده ديال الدجاج. نزيدوا عليها واحد الطريف ديال الزبده والبصله، كنخليوهم يمشيو ويجيو في هاد اللي ديما هذه حتى كيبدا طيح شويه هذيك البصله. كناخذوا 3 ديال ضريسات ديال الثومه كنحكوهم ونخلطوهم مع البصله ديالنا باش يطيب. كنمشيو كناخذوا واحد يعني معلقه كبيره ديال حك مطيشه ولا 2 معالق صغار، نديروهم مع هاد البصيله هذه باش يتشحروا. كنخليهم يتشحروا. بيان سور البصله خصها تهبط شويه، ما تبقاش يعني بيضه بزاف، يعني تولي شويه شفافه. نديرو هنايا الملحه، البزار، نديرو معلقه ديال الزعتر و2 وريقات ديال سيدنا موسى. نخلطوا الكل جيدا يبدا يمشي ويجي. نديرو واحد معلقه كبيره عامره ومعلقه كبيره ولكن ما عامراش بزاف، يعني بحال نقولوا حنا معلقه ونص عامرين ديال الطحين. من بعد ناخذ واحد نص لتر ديال الماء، سواء غندوبوا فيه واحد كنوره سواء غنديروا واحد البويون دو ليغوم ولا ديال اولا يعني بويون ديال الدجاج، ديال مرق الدجاج، واحد نص لتر ديالو، نصف لتر. غنزيدوا واحد معلقه ونص ديال التحميره فقط على ود اللون. وهاد لاصوص هادي راه كتعطينا بحال شكل لا بيشاميل، ولكن حنا ما غنتسناوهاش تقال. غنزيدوا عليها واحد نص حامضه وغادي نخليوها تقلب بشويه بشويه عليها حتى في الاخر غادي تشوفوا لو ريزولطا ديال هاد لاصوص هادي. هنايا صافي اون فوا كنديروا داك الطحين ديالنا وكنخليوه شويه شويه كيغلى، كنردوا ديك الدجيجه ديالنا في هذا وكنخليوه ديك الجهه اللي كروستيانت، يعني جهه الجلده كتبقى هي الفوقانيه. كنسدو عليه تقريبا واحد ما بين 35 الى 45 دقيقه باش الدجاج ديالنا كيطيب. وبيان سور ما نسهاوش عليه في التحراك لان فيه الطحين يقدر يلصق لينا لتحت. هو من الاحسن بحال اللي قلت لكم تكون شي طنجره تكون ما كتلصقش، احسن كاع من الطاجين. فاش يطيب لينا الطويجين ديالنا كنزيدوا واحد معلقه صغيره ديال اكليل الجبل اولا عريش، الا كاين عرش كديروا عريش وتسدوا عليه تخليوه يطلق فيه. كنخليوه كيمشي وكيجي وكيطلقوا داك النسمات في بعضياتهم، راه كيجيو رائعين رائعين. ثقوا فيا في هذا لو بلا هذا غادي يفاجئكم. تقدروا تقدموه مع الروز، تقدروا تقدموه مع الخضره، تقدروا تقدموه مع دي بات. انايا بيرسونيلمون راه تكونوا شفتوا كاسرونه كانت قبل راه كنت دايره فيها الروز، ودابا هذيك الكوكوط راه فيها ديك الخضره المعلومه اللي كنت بارطاجيتها معكم ديال الخضر اللي كتسلق في الكوكوط فقط. زدت عليها واحد رشيشه د الربيع، هذه في اختياريه، اللي بغى يدير الربيع يديروا، اللي ما بغاش ما يديروش. يعني لا غوسات ما فيهاش الربيع، انا فقط على ود التصوير على تعطيني الوين زوين وصافي. اما يعني بالنسبه للمذاق ما ضاف حتى شي حاجه. وصفه بقوه ما عجبتني وعجبت وليداتي، بغيتكم تجربوها حتى نتوما وتبارطاجيوها مع وليداتكم. والى اللقاء، ولايك لايك لايك.